وفي تطور لافت، قدم شيخ قراء بلاد الشام محمد كريم راجح استقالته من الخطابة، وذلك خلال خطبة صلاة الجمعة من على منبر مسجد الحسن في حي الميدان بالعاصمة دمشق، وذلك احتجاجا على ما قال إنه عراقيل تحول دون دخول الناس إلى المساجد خشية من خروجهم لاحقا في مظاهرات. أيها الإخوة، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. والمساجد لكل الناس لا لفئة دون فئة، وإذا كان الأمن يخاف من أن تخرج هذه الجموع من المساجد فليتخذ طريقة أخرى، لا أن ينتقم من المساجد فيمنع المصلين من دخول بيوت الله من أجل المساجد، من أجل أن لا يكون تظاهر. وبناء على ذلك فأنا أكتفي بهذا الكلام إلى هنا، وأرسل من هنا إلى وزير الأوقاف وإلى مدير الأوقاف أنني لا أخطب بعد اليوم حتى تنتهي هذه الأمور، أو أن يتفضل علي باستقالتي. أقول قولي هذا وأستغفر.